ساب كل مشاغله وحاله وماله وجه من دولة لدولة بنفسه ومعاه 14 شخص كمان من العيلة علشان يهنوا ويباركوا للعريس المصري اللي فرحته ما كانتش سايعاه. ولما شاف السعودي اللي كان شغال معاه كان فرحان جدا. فيديو أثار جدل بين المصريين هنا في مصر والمغتربين في السعودية، وكل واحد اتمنى يكون مكانه ويتوجب معاه بنفس الطريقة دي. فيا ترى ايه اللي حصل وليه السعودي جه بنفسه وما بعتش مندوب عنه مثلا او ما اكتفاش بمكالمة تليفون وخلاص؟ مش هتصدق أهل العريس المصري ردوله الواجب ده ازاي، واللي عملوه معاه خلى المصري فخور. فيا ترى عملوا ايه اللي يخلي واحد بهيئة السعودي دي ومكانته وكاريزمته يتبهدل ويركب طيارة ويجي مصر عشان يوصل للقرية اللي ساكن فيها العريس المصري؟ ولازم عشان يوصل هناك لازم يركب عربية توصله كمان، وطريق طويل جديد عليه. ده السؤال اللي كل الناس بتسأله الساعات اللي فاتت بعد انتشار الفيديو ده. الحقيقة إن الإجابة على السؤال ده بتتلخص في كلمتين: الإخلاص والسمعة الطيبة. يعني لو العريس المصري ده كان شغال شغلانة والسلام، أو مغترب وعايز يحوش فلوس وخلاص، ما كانش لما ينزل يتجوز ده هيكون رد فعل السعودي اللي كان شغال معاه. كل الحكاية إن الشاب المصري ده بينادوه أبو المجد، وده اسم عيلته. اللي نشر الفيديو ده حد من أفراد العيلة السعودية اللي كبرهم جمعهم كلهم من أولاده لحد أحفاده اللي كانوا حوالي 14 شخص. أبو المجد شغال سواق عند العيلة السعودية دي، وكلنا عارفين مدى قرب السواق من رب الأسرة. مش بيبقى قريب من رب الأسرة بس، ده بيبقى قريب من الصغيرين قبل الكبار، وعلاقته بيهم بتكون قوية لأنه بيودي ويجيب ستات العيلة واللي هم كمان جم يفرحوله. فيديو ظهر فيه مجموعة منهم راكبين عربية كبيرة عشان توصلهم لقرية العريس المصري، وقالوا إن في ناس لسه جاية كمان في الطريق. ولما وصلوا طبعا كان العريس وأهل القرية عندهم خبر إنهم جايين، علقوا يافطات في كل مكان يرحبوا بيهم، وقدموا كل الشكر للشيخ سعيد بن عبد الله الداوود، وصوره كانت مالية الشارع. ولما الشيخ سعيد نزل من العربية العريس أبو المجد جري يسلم عليه وياخده بالحضن وكمان يرحب بيه، برغم انه عارف انه جاي الا انه ما كانش مصدق نفسه، وانه ليه اهمية كبيرة عندهم كده وجايين بنفسهم يباركوله، والفرحة اللي على وشه ما كانتش سايعاه. واهل القرية كلهم الحقيقة كانوا مبهورين ومش مصدقين انهم شايفين سعودي بنفسه جاي يبارك لحد منهم. وكلنا عارفين ان الافراح في القرى المصرية بتكون لاكتر من يوم، يعني يوم بتكون في حنة العريس وفي كل ما لذ وطاب من الاكل، وبيعزموا فيه القريب والغريب والاكل بيتاكل وبنبسط كلنا. وده اللي أبو المجد كان مجهزه للعيلة السعودية. دخلوا أكلوا من الأكل المصري اللي ما يقلش في فخامته عن الأكل السعودي اللي أبو المجد كان بياكله، وزي ما عملوا الواجب معاه أبو المجد ردله الواجب وزيادة كمان، وكرم ضيافته اللي كان على أعلى مستوى. في الفيديو ظهرت ستات العيلة السعودية وهم فرحانين ومبسوطين وسط ستات أهل العريس وبيباركوا لوالدته، وصوروا كل تجهيزات العريس قبل الزفة، من وهو بيحلق شعره وبيلبس بدلته لحد ما ركب العربية مع عروسته ووصل القاعة، طبعا عشان تبدأ مراسم الاحتفال بالفرح. شفنا مواقف كتير للسعوديين بيردوا الواجب للشغالين معاهم، بيشاركوهم أفراحهم وأحزانهم، ولما المصري من دول يسيبهم ينزل مصر نهائيا بيتأثروا بيه جدا. ولما يتجوز أو يكون عنده مناسبة حلوة بيقدموا له الواجب بنفسهم ويجوا من مسافات بعيدة بس عشان يكونوا معاه. ولما يغيبوا عن بعض بال30 سنة بيفضلوا فاكرينهم وبيذكروا في سيرتهم. السمعة الطيبة والإخلاص في الشغل ده اللي بيفضل للإنسان، وخاصة لو مغترب زي العريس ده ومصريين غيره كتير. الفيديو ده من جماله أثار الجدل، وكل مصري اتمنى تبقى علاقته طيبة بينه وبين صاحب العمل عنده. احكولي بقى، هل مريتوا بمواقف زي دي قبل كده؟ شاركونا في التعليقات.